السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعينا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بيتزا سهلة وسريعة واقتصادية. معايا ده كيلو ونص من الدقيق. بصراحة انا مش وزناه بس بقول تقريبا يعني يا كيلو ونص او كيلو وربع كده تقريبا. ومعايا تقريبا برضو نص كيلو من اللبن، بس ده لبن شبه رايب كده، انا جيت اغليه لقيته رايب. ومعايا خميرة فورية ومعايا زيت. انا عشان بس انا ماسكه التليفون بايديا وبصور كده، هنزل كده تقريبا بمعلقه كبيره، معلقه من معلقه الاكل بتاع الرز ديت، خميره، وهلخبطها كده على الدقيق. وطبعا انا كنت حاطه برضو رشه من الملح. طبعا انا فصلت التليفون فيديو وقلبتها حلو علشان يعني يبقى متاكده ان الخميره اتقلبت فيها حلو. وهنزل باللبن. ولو انت حابه تنزلي كمان، يعني انا كنت هعجن بصراحه وانزل بالزيت، بس زي ما قلنا ايه تبقى حاجه سهله علينا كده، وهنزل بالزيت كمان. لو حابه تحطي سمنه حطي، حابه تحطي زبده حطي، المتوفر عندك حطيه. انا عندي بس بصراحه ايه، البيتزا ديت ممكن تعجنيها بميه وملح وفقط لا غير، ما تحطيش اي حاجه غير الميه والملح فقط لا غير، يعني بدون زيت كمان، وهتبقى حلوه معاكي كمان. انا عجنتها طبعا، فصلت التليفون عشان كنت مش عارفه اتحكم. وعجنت العجينه حلو كده، بس عجينه البيتزا لازم تكون بتشبط شويه كده، تكون لينه كويس، عشان لينه شويه عشان تدي معاكي نتيجه مضمونه. بلاش تكون لابسه ومش مظبوطه بالظبط، يعني لا، خليها لينه حاجه بسيطه كده علشان تدي معاكي الهشاشه الحلوه. وفي نفس الوقت لما تيجي تفرديها تفرد معاكي بكل سهوله، ما تكونش معاكي ايه صعبه في الفرد. لما بتبقى لابسه قوي بتبقى صعبه شويه في الفرد، لان طبعا احنا بنحب غبيز البيتزا يكون بالايد، مش بالبطاطا ولا النشابه ولا الكلام ده. طبعا انا عجنتها ولتتها كويس. هغطيها بقى بمشمع كده، واغطيها وادخلها بقى حاجه مكان دافئ بصراحه. ولحت الفرن عشان تخمر فيه. على ما هي ما تخمر بقى هكون انا عملت العصاج بتاعي. عندي بقى عصاج، انا كان عندي بطه طلعتها اهيت. وطبعا عندي الاولاد ما بياكلوش البط، عندي البنات مش بياكلوا البط خالص. مسكت الصدرين كده بتوع البطه، خليتهم طبعا انا عشان بس اختصارا للفيديو ما رضيتش ان انا اجيبها يعني ايه في التصوير عشان الوقت. زي ما انتم شايفين دولت كده الصدرين بتوع البطه، خليت منهم الجلد خالص وهي لسه على في الصدرين يعني كده، خليت الجلد منها وقمت مقطعه خليها، وقمت مقطعاها قطع زي ما انتم شايفين كده. ومعايا بصل ومعايا راس توم بقشرها عادي كده عادي، يعني مفيش مشاكل، حابه تقشريه براحتك. ومعايا شطه فلفل اخضر، ده في الافلام اللي هي الطويله ديت اللي هي متوفره عندي بصراحه. وكان عندي قرن واحد بس من الفلفل الاخضر، هحطته برضو معاه. لو عندك فلفل الوان اصفر واحمر حطي، بس احنا بنقول برضو ايه دي حاجه موفره. طبعا انا فرمتهم، لو حابه تفرمهم كلك كده في الكبه مع بعض براحتك. انا فرمت اللحمه لوحدها والثوم لوحده والبصل والفلفل لوحده، كل حاجه لوحدها. هي لو حابه تحطوا زي ما قلنا كله على بعضه كده، دي حاجه ترجع لك انت. انا اوقات كتير بعمل كده برضو، بس انا يعني عايزه الطعم يكون احلى بصراحه، عايزه النتيجه تكون مضمونه في الطعم، والطعم يكون حكايه. ان انت هتنزلي بالبصل والفلفل مع بعض كده. انا هسيب التوم دلوقتي شويه، وهنزل طبعا حطيت معلقتين من الزيت. طبعا لو عندك اللي هي الدهنه بتاع اللحمه العجالة او البقري لو حابه تحطي يعني حته دهنه كده حطي، بتبقى بتديها طعم. بس ده لحمه بط، مش محتاج ان انا احط دهنه ولا احط حاجه، عشان ما يبقاش الطعم مختلف من لحمه جزاره للبط. وهنا حطيت معلقه من الزيت عشان هعمل معايا وانا واقفه كده بالمره الصلصه بتاعت البيتزا، برضو باسهل طريقه، يعني مش محتاجه افتكاسه. لو عندك طماطم حطي، عندك صلصه حطي. انا بقى شوحت البصلايه هنا تشويحتين كده، يا دوبك البصله دبلت معايا، ونزلت عليها بالثوم. انا فرماه برضو زي ما قلنا كده بقشره. هنزل بقى ايه بعد ما يتبالوا برضو بشويه كده، هنزل باللحمه كده اللي انا حطيتها. وزي ما قلنا لو كنت عايزه تلخبطي كله وتحطيه على النار بمعلقتين من الزيت، كده شغاله وكده شغاله. بس النتيجه الاضمن والطعم الاحلى ان انت تشوحي البصل الاول وتضيعي طعم البصل الني من العصاج كده وانت بتاكليه. هنا بقى قطعت يعني حبيتين من الطماطم كده مكعبات. لو انت حابه تفرميها ماشي، وحابه تستبعديها برضو ماشي. بس الطماطم المكعبات دي بتدي للحمه، لعصاج اللحمه تسكيره حلوه كده، بيبقى مسكر وحلو بصراحه يعني. ومن ناحيه تانية كمان بتزود الكميه بتاعت العصاج معايا.
انا عندي طبعا استوت، العصاج عندي استوى اهوت على النار. وهنا جبت، انا كان عندي صلصه بصراحه وما عنديش طماطم كتير ومش حمراء، فقلت هعملها بالصلصه عادي، وبصراحه سريعه يعني ما بتاخدش وقت. ومعايا هنا العصاج كان استوى خلاص، وهطفي كمان. حطيت البهارات بتاعتي، فلفل والسبع بهارات وشويه من الكمون وملح ومعلقتين من الخل كده بالازاز من الازاز. طبعا دي حاجه ترجع لك في حطايه البهارات دي. وطبعا هنا الصلصه بتاعتي استوت اهيت برضو، لانها طبعا ما بتاخدش حاجه في السوى. نزلت عليها برشه من الفلفل الاسمر وحاجه بسيطه كده من الملح، ولخبطتهم مع بعض كده. لو حابه تحطي السبع بهارات حطي، اي توابل عندك وحابه تحطيها، دي حاجه ترجع لك انت. بلاش تحطي رشه السكر على الصلصه دلوقتي، علشان هنحطها بعدين. هقول لك هنحطها امتى رشه السكر، عشان ما تعملناش حموضه، وهتدي طعم حلو قوي قوي للبيتزا بتاعتي. طبعا انا خلصت العصاج بتاعي وخلصت الصلصه. على ما عملتهم كانت العجينه على طول على طول، كانت العجينه معايا استوت. جبت كده كيس من الكبير وفتحته، يعني قصيته من الجنب كده وفتحته عشان هخبز عليه العجينه بتاعتي. هجيب كده معلقه من الزيت على طول على المشمع على طول كده، وبدون ما اقرص بقى. انا هاخد حته كده من العجينه بتاعتي بصراحه، بس هي كملها جت كبيره، اضطريت ان انا اعملها على صينيه كبيره. يعني انا لو كانت عجينه صغيره شويه كنت هعملها على الصينيه صغيره، لكن انا العجينه جت معايا كبيره. شايفين لينه وحلوه ازاي؟ هي دي العجينه الناجحه بتاعت البيتزا. هي دي انجح طريقه لعجينه البيتزا، وعشان تطلع معاكي مظبوطه لازم أن تكون فيها الشده اللي انتوا شايفينها، يعني بتشبط حاجه بسيطه كده في ايديا. وهخبزها على طول، مش هستنى ان هي ترفع. شايفين بكل سهوله بتتخبز معايا لانها لينه. انا ما استنيتش على اي حاجه، انا بس فصلت الفيديو على ما اخبزها كويس عشان اعرف اتحكم فيها. هجيبها بقى واقلبها على الصينيه بتاعتي، دي صينيه كبيره ما تخشش الحراري. هخبزها فيها وادخلها فرن البوتاجاز عادي او الفرن الغاز. وهقوم قلبها بقى، هشيل الكيس بايد، هدخل ايدي كده من تحت الصينيه واقوم قلباها. وقلب زي ما انتم شايفين كده، هتتقلب برضو معايا بكل سهولة كده. وهظبطها بقى التاني كده على الصينية، هحاول اعدلها كده زي ما انتم شايفين. وهجيب بقى معلقة الصلصة اللي انا عملتها. طبعا لو انت حابة تعملي في الصلصة ديت بصل براحتك، توم براحتك، تحطي خل براحتك، اللي انت حابة تعمليه ومتعودة عليه. بس احنا بنقول يعني ايه، دي طريقة سهلة جدا. دي بقى التركية الحلوة قوي قوي قوي، رشة السكر هتحطيها على الصلصة هنا. رشة السكر دي هتعمل كرملة حلوة كده قوي للعجينة وعلى الصلصة، وهتضيع أي حموضة وأي طعم خالص للصلصة. بعد ما حطيت السكر بقى هنزل باللحمة المتعصجة بتاعتنا ديت. وزي ما قلنا لو حابة بقى تحطي زيتون، حابة تحطي جبنة رومي، أي جبن عندك. أنا بصراحة ما عنديش غير الجبنة الموتزاريلا اللي أنا شارياها ديت، بس لو متاح عندك وحابة تحطي حطي، دي حاجة ترجع لك أنت. انا كنت طبعا اديه كان عندي كيس في الفريزر ما كانش مليان، جبت الكيس التاني وفتحته وكملت كده وحطيت زي ما انتم شايفين كده. وطبعا زي ما قلنا الصينيه دي هدخلها الفرن البوتاجاز. انا دخلتها فرن البوتاجاز، ولحت عليها الشوايه لانها صينيه كبيره مش هتخش معايا الفرن الحراري. ولقيتها استوت وقعرها بسم الله ما شاء الله وطيبه. شايفين هشه وجميله، والعجينه ناجحه معايا، عجينه ممتازه 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 بسم الله ما شاء الله. وعملت صينيه منها كمان وكان متبقى عجينه، عملتها حطيتها في التلاجة. هعمل معاكم برضو فيديو كده بالفطيره المحشيه، ده كانت في الفرن الحراري لسه ما طلعتهاش. وطبعا كنا فطرنا بقى لان طبعا كنا يوم الجمعه وفطرنا على ما الاولاد قاموا على قرب الظهر كده. كنت انا عملتها، فطرنا زي ما انتم شايفينها كده بنص التانية، ودي كانت في الفرن الحراري. ده كان فيديو النهارده كده، يا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتم واتسليتم وطلعتوا منه ولو بمعلومه صغيره. وحاولي بقدر الامكان انك تستغلي اي حاجه عندك، يعني البصل غالي واللحمه غاليه، اي حاجه ممكن تعملي بيها اي وصفه، ما توقفيش على اي حاجه. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.